صباح الفل. النهاردة هعمل لكم كنافة بس هتكون صيامي، يعني بالزيت مش بالسمنة، وفي نفس الوقت النتيجة تحفة اكتر من رائعة. والكنافة بتاعتنا كده لونها حلو. هقول لكم على كل التركات والتسوية اللي تطلعها مظبوطة، والشربات بتاعها وازاي واصل لكل حتة كده في الكنافة ومتماسكة وجميلة. لو اول مرة بتشوفوني انا مرت، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة على الصفحة هنا. ويلا بينا نبدأ الوصفة على طول. الشربات هيكون بارد، فاول حاجة هحط كوباية ونص من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية، كل ده على البارد. انا ما ولعتش النار ومش هقلب الشربات خالص. دلوقتي بقى هولع النار وانا مش مقلبة اي حاجة، انا مش بقلب الشربات عموما. وهعصر نص ليمونة كده لما يبتدي يسخن، في مرحلة اللي هو هيغلي لسه. وزي ما انتم شايفين بعد ما الاقيه خلاص بقى سخن قوي هيغلي، بعمل تقليبه بسيطة كده في النص، مش عايزة السكر يجي على الجوانب علشان ما يسكرش. واسيبها كده على نار يعني متوسطة شوية، الشربات حوالي ربع ساعة، يعني اللي هيكون خفيف قوي ولا هو تقيل قوي، يعني حاجة كده في النص. ده نص كيلو من الكنافة، انا حطيته في الفريزر، يعني هي مجمدة كده. والنص ده هقسمه لنصين كمان عشان الصينية يبقى فيها طبقتين يعني. وهبتدي ان انا بالسكينة او بايدي افتفت الكنافة خالص كده او بالكبة، بس انا شايفة السكينة او ايدي اسهل بكتير من الكبة. ونحاول نفتفتها بسرعة لانها مجرد ما بتطلع بره في المطبخ يعني بتفك بسرعة. هحط بقى شوية زيت حلوين كده في الصينية اللي هعمل فيها الكنافة، وابتدي ان انا اوزعه كويس قوي على الجوانب وعلى القاعدة بتاعة الصينية. وبعد كده بقى عندي الكنافة اللي انا فتفتها دي كانت نص كيلو، فانا طبعا هحط ربع في الطبقة الاولانية، والحشو ربع التاني طبعا فوق. بالنسبة لكل ربع كده من الكنافة هرصه، انا مثلا هرص الاول طبقة من الكنافة دي هتحتاج حوالي تلت كوباية من الزيت، يعني اقل من نص كوباية زيت، يعني ما بين الربع والنص كده. تمام، يعني اقل من النص شوية هنحط الزيت للكمية دي. اهم حاجة ان انا اوزع الزيت كويس قوي على الصينية كلها، على الجوانب، على الكنافة كلها. اتأكد ان انا موزعاه كويس، ده اول حاجة. يبقى حاجة مهمة ان انا اوزع الزيت كويس. وتاني حاجة مهمة بقى قوي قوي في الوصفة النهاردة، ان احنا نضغط على الكنافة كويس جدا. انا الحركة اللي عملتها هنا ان انا حطيت شوية من الزيت، الكمية اللي انا محدداها للربع ده، ورحت مكملة تاني فرد للكنافة. كل ده انا شغالة في اول طبقة بس، ممكن عادي ترصوا الطبقة كلها مرة واحدة، اللي هي اللي في الاول واحدة يعني، وتحطوا الزيت مرة واحدة. انا بس يعني ايه، حطيت شوية وبعد كده رصيت وحطيت شوية كمان، فعادي مش هتفرق في النتيجة. وبعد كده بقى ان احنا نضغط على الكنافة كويس قوي بايدينا لحد كده ايه ما نكتم نفسها من الاخر. كل ما ضغطت على الكنافة كويس هتطلع معاكم مظبوطة كده ومتماسكة، والشربات هيوصل لكل حتة في الكنافة وتقدروا تقلبوها بكل سهولة. هجيب اي كيسة عندي، او مثلا كيسة من اكياس اللبن الكبيرة دي، هحطها على الصينية واجيب اي طبق. انا طبق معايا صغير، بس هنجيب طبق مثلا كبير شوية عن كده، وابتدي ان انا كده الف الصينية واضغط كويس قوي قوي على الطبق لحد كده ما الصينية ما الكنافة كده تتكتم في نفسها كده تطلع روحها من الاخر. نسيت اقول ان انا الشربات في الاخر بضيف عليه باكوين من الفانيليا عشان يدي طعم حلو معاه. تمام، انا كده خلصت اول طبقه. هبتدي اجيب الحشو بتاعي، لو حابين تعملوها ساده مفيش مشكله. انا الحشو بتاعي كان جوزة هند وشويه سوداني، مش فاكره كان فيه زبيب ولا لا، بس تقريبا ما فيهاش زبيب. الحشو ده هحط عليه 3 معالق كمان من الشربات اللي انا جهزته عشان يكون متماسك، وكمان بيدي طعم حلو. هرص الحشو كويس وبرده هضغط عليه هو كمان كويس قوي. وبعد كده بقى ابتدي ان انا احط الربع الباقي من الكنافة او الطبقة التانية من الكنافة، وبرضو افتفتها كويس لو في اي حاجات لازقة في بعض. واحط عليها هي كمان نص كوباية من الزيت. اهم حاجة نوزع زيت كويس على كل صينية. وهعمل نفس الحركة برضو بتاعت الكيسة والطبق، وفي الوقت ده انا مولعة الفرن بتاعي يكون سخن. وهدخل الكنافة على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. وهبتدي اراقبها كده، يعني مثلا بعد 10 دقايق او 15 دقيقة، اول ما الاقي كده الجوانب بتاعتي ابتدت كمان تاخد لون حلو،
هطفي واشغل الشوايه اللي فوق، وابتدي ان انا الفلف الصينيه كل شويه في الفرن كده لحد ما تاخد لون ذهبي زي ما انتم شايفين كده من كل النواحي. هي تاخد في الفرن حوالي كده نص ساعه او اقل شويه حسب درجه حراره الفرن عندكم. وهي سخنه كده على طول حطيتها على طبق وقلبتها. يعني احنا بنسقي الشربات على الوش اللي تحت مش اللي فوق، عشان تطلع كده في الاخر الفينش بتاعها وشكلها حلو ومتساوي وسطحها ناعم. فده بيكون على الوش اللي تحت من الكنافه. اول ما اقلبها على طول هبتدي ان انا احط الشربات زي ما انتم شايفين، مش محتاجه اتكلم، اول ما بنحط الشربات على طول الكنافه يعني بتشربه في ساعتها. فمعنى كده ان هي حلوه جدا ومظبوطه. هحط مقدار الشربات كله، وبعد كده بقى هزينها بشويه كده جوزة هند بسداني كنت طحناهم بس. وبعد كده انا بغطيها شوية كده حوالي 10 دقايق علشان اتأكد برضو ان هي شربت الشربات كويس كده وبقت طرية شوية من جوه وسطحها بيكون فيه كده قرمشة خفيفة. هتطلع معاكم احلى كنافة صيامي، وانا مستنية تطبيقاتكم. تبعتولي الصور على الرسائل بتاعة الصفحة او على الجروب زي ما تحبوا. واشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.